كان في راجل فقير عجوز قاعد على جنب الطريق. فجأة فلوس ابتدت تمطر من السماء. الناس اللي حواليه اتجننوا وقعدوا يلموا الورق النقدي بجنون، انما الشحات العجوز فضل واقف باصص للسماء بس. في اللحظة دي لمح راجل بيجري فوق مبنى. الشحات ما كانش يعرف ان الراجل ده في الحقيقة لص اسمه أليكس، وكان لسه سارق بنك. بعد شوية صوت سيرينات الشرطة ملأ المكان. أليكس خاف وجري استخبى جوه عربية نقل. كده الشرطة بقى عندها فرصة دهب تمسكه، وحاصرت العربية من كل ناحية. بس فجأة حصل انفجار جامد جوه العربية، وأليكس طلع منها بطريقة سينمائية وهو راكب موتوسيكل وطار بيه. الضباط جريوا وراه على طول. فجأة عربية نقل تانية ظهرت قدامه مباشرة. حياته بقت في مشكله، بس بسرعة مال بالموتوسيكل وزحلق من تحت العربية. كل محاولات الشرطة كانت بتفشل. دلوقتي بقى الهروب شبه مستحيل. أليكس وهو خايف دخل بيت تحت الأرض. مرة تانية الشرطة حاصرته من كل الجهات، لكن اللي حصل بعد كده ما كانش على بال حد. الشرطة شافت حبل مربوط بين بيتين. من غير ما يضيع ثانية أليكس مسك الموتوسيكل وابتدى يمشي بيه على الحبل الرفيع. الضباط وقفوا مبهوتين. أليكس قدر يخدع الشرطة مرة كمان ويهرب. لا وقف ولا تعب، وفي اللحظة اللي بعدها على طول ابتدى يجهز لسرقة بنك تاني. الناس اللي واقفة قدام البنك حست إن في حاجة. لما بصوا لفوق شافوا آلاف وملايين من الفلوس نازلة من السماء. أول ما شافوا كده كل ضباط الشرطة جريوا ناحية السطح، وأخيرا الشرطة قدرت تمسك أليكس. لكن في اللحظة دي أليكس داست على زرار جوه الشنطة بتاعته. فجأة ابتدى يطير في الهواء، وبعدها نزل على الأرض بهدوء. مسك الموتوسيكل بتاعه تاني وهرب بالفلوس. بس بعد ما مشي شوية الطريق فجأة ابتدى ينهار من النص. أليكس ابتدى يقع لورا. هو ما كانش يعرف إن الشرطة كانت مستنياه من ورا.